في موضوع مهم انتوا حابين ان انتوا تقولوه هنا. فالموضوع ده هو ان انتوا عندكم حاجه تشرحوها لنا، اسيبكم انتوا تشرحوها ولا؟ يا ريت. اوكي. انا جاي هنا عايز سبريد اويرنس على disability عندي انا ولينا. اوكي. اسمها ديسلكسيا. الديسلكسيا دي حاجه انت اتولدت بيها ما تقدرش تغيرها وملهاش علاج، وفي ليفلز للديسلكسيا. ماشي. اوكي. في سيفير، في انترميديت، في ميديوم، في حاجات كتير. اوكي. هي حاجه عاديه جدا بس حوار صعب ومحتاج حاجات كتير قوي عشان نعرف نتاقلم في اي مدرسه عامه، حتى لو مدرسه هم فاهمين قوي لا بناخد وقت يعني الحوار بيبقى صعب. بص احنا كديسلكسيا برضو عندنا حاجه اسمها 3 dimensional thinking. اوكي. علشان كده احنا كناس عندنا ديسلكسيا بنتلخبط ما بين البي والدي والكيو والدي قوي. أوكي. عشان هم كلهم شبه وطبعا بعض. الام والدبليو والحاجات اللي هي شبه بعض. ايوه الحاجات اللي شبه بعض احنا بنعكسهم. يعني مثلا انا ممكن تبقى في كلمه قدامي فيها دي، انا ممكن تشوفها بي، اشوفها دي، بعكسهم. اوكي. فوق بعض كده. طب دي الستيج بتاعت نور، وانت يا لينا؟ انا بشوف الحروف عادي، بس مثلا لو يعني مثلا ساعات بعكس الحروف، يعني ساعات بعكس حرف قبل حرف. اللي هو مثلا لينا هتبقى مثلا يعني هعكس لينا كده. بس مش كل لينا، يعني مش كل اسمي، حرفين بس في الكلمه هيتعكسوا. دي غريبه جدا. اوكي. انتوا دلوقتي يعني ماث ده انا طبعا انا وهي بنتعب في الماث. لا. والناس مش رابطها بالديسلكسيا دي، فاكرين ايه اللي دخل ده في ده اللي هو لا هو طبعا في ريليشن شيب. علشان مثلا هفهمكم دلوقتي نقطتي فين. الماث عباره عن حروف وارقام، يو اد ديفايد سبتراكت مش عارف ايه. ده فور ذا يونج ليفلز. انا وانا صغير انا كنت كويس شاطر جدا في الماث. أيوة عشان كان الموضوع بيسك، كان سهل. كل سنه الموضوع بيصعب، بيحطوا لنا حروف، بيحطوا لنا سكوير روت. فطبعا الزحمه دي كلها على عينك مش يعني بصوا على سؤال سهل جدا بالنسبه للناس في جريد ال 10 او 9 او اي حاجه. بصوا على سؤال سهل هتلاقوا فيه زحمه ولفه وحتى لو السؤال ما يبانش عليه صعب لازم تخش لازم تكتبهم وتكتب ده وسبتراكت ده وقد ده وزود ده والانتركورس بتاع ده وحاجات كتيره لخبطه غريبه. وبرده مثلا السؤال بيبقى مثلا بجد، يعني مثلا كان في مره سؤال اخد صفحتين اللي هو ستيبس عشان اطلع في الاخر رقمين. انا ما بعرفش افتكر غير اول ستيب. فكره ان انا افتكر كل الستيبس دي عشان اطلع الانسر، مخي لو حصل ايه انا مش هفتكرها. في مشكله تانية بتواجهكم في الحياه عموما، حياتكم بقى الطبيعيه؟ حياتي الشخصيه ان انا ما بعرفش اتكست صحابي. يعني دلوقتي الجيل ده كله بيكتب فرانكو والله ما عارفه. انت ما تعرفش فرانكو؟ انا ولا اقدرش، انا استحاله. اوكي. لينا ايه مضايقك في حياتك الشخصيه؟ اكتر حاجتين لما باجي يعني التايبنج. انا بقى فرانكو بقى اللي هو لا انا ما بعرفوش، اللي هو بقول للبني ادم انا ما بعرفش اكتب فرانكو، يقول لي ما بعرفش اقرا فرانكو، يقول لي اوكي يقوم باعت لي مسج بالفرانكو. فانا مثلا فبدي لصاحبتي، فاللي هو حضرتك بالتكستي حد اللي هو صاحبتك اللي بالتكست مش انت. انتوا النهارده جيتوا وقلتوا ان احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده، وعايزين الموضوع فعلا يتفتح والناس تعرفه وتقدروا وتفهموا. اكيد في مخيلتكم ان في طلبات، انتوا عايزين ايه او انتوا نفسكم في ايه عشان تحسوا ان الدنيا عادي؟ اول حاجه ان الناس تتقبل ان الموضوع، الناس تهدى علينا، تتيك ات ايزي اونس. عشان الموضوع اتس ايزي على فكره. هو اتس ايزي. لو حد الموضوع بالنسبه له مش ايزي هو اللي يبقى عنده مشكله. بس people don't make it easy on us. ايوه هي دي المشكله. الناس مش بتسهلها علينا.